عشاق القهوة بيعانوا بسبب ارتفاع سعر حبوب القهوة. مش من عشاق القهوة أنا بالمناسبة، يعني كنت زمان بحبها، يعني دلوقتي لا. احنا عندنا أزمة في الرز، ارتفاع أسعار الأرز. أنا من الناس اللي بطلت الرز. ايه اللي جابك هنا؟ كمان ارتفاع سعر المكرونه طبعا مفيش مكرونة. مكرونة مين؟ اللي بعديه نعم مكتوب عليه نجرسكو. ايه نجرسكو دي؟ نجرسكو. ايوه نجرسكو ما مكرونه بالفراخ في الفرن نجرسكو. السكر ده المصيبه في السكر، ارتفاع اسعار السكر. أحسن حاجة اتعملت بطلت سكر من شهر يناير. طب مين بتبطل السكر؟ بطلنا السكر. حلوة الدنيا سكر تيريريري، سكر حلوة الدنيا سكر تيريريري. الدنيا كلها واقفة عند مسألة زيادة سعر الرغيف. عيش القمح يعني تقريبا مبطله يعني. ازاي يا جدع؟ الله العظيم اللي مش عارف ازاي. ارتفاع اسعار اللحوم بشكل ملحوظ في الفتره الاخيره. يعني مش مال قوي كوسه بقى بصراحه، مش معايا. لا بقى ده كوسه بقى. لكن الحقيقه ما اصاب اللحمه اصاب الفراخ. فراخ يعني قليل قوي، يعني قوي. انا بتكلم على بشكل عام الصحه. لما الواحد عايز يحافظ على صحته، جسمك يبقى كويس، وشك يبقى كده منور، بشرتك تبقى لطيفه وجميله. الطلبه يا دين النبي، ايه الحلاوه دي؟